تنجح في امتحان البي اينز. انا ودي يصير الفيلم طويل. اولا انا هذا الموضوع هوايه فكرت فيه، يعني هذا الموضوع كل مره اريد اسوي بيه فيلم وارجع اسحب روحي. ليش اسحب روحي؟ لانه هذا الموضوع معتمد على الظروف اللي انا بيها بالامتحانات. يعني انا ما يصير اقارن روحي انا عايش بألمانيا وكنت اروح بمدرسه المانيه والمدرسه مالتي المانيه قحمه تعرف تحكي كلمه عربي او انجليزي، و5 ايام بالاسبوع و5 ساعات باليوم، اجي اقارن روحي بيك. انت قاعد خطيه بالعراق، حر، كهرباء ما عندك، تسمع بس باليوتيوب وما تعرف الصح من الغلط. ما اقدر اقارن روحي بيك. يعني صحيح انا اقول لك 6 اشهر خلصت البي اينز، بس انا ظروفي مو مثل ظروفك. الظروف اللي توفرت لي اسهل بهوايه من ظروفك، انت ظروفك هوايه اصعب من ظروف. يعني من يجيني واحد يقول لي انا بالعراق والله بسنه خلصت البي اينز، والله اقول له عافيه عليك، شلون خلصت البي اينز؟ طبعا وش قد شباب وحوش، ولد وبنات، شباب وشابات رائعات دا يسوون ويشتغلون، بس ما اقدر احكي كل التفاصيل، خفايا ما تتخيلوها يعني، وحوش. يعني هذا انشر هيك مجرد هذا نجح بالبي اينز هذا كذا، بس هوايه ناس قاعد والله واحد ولد مهم يعني ما اقدر ما يقبل اذكره، خليه يوصل يلا احكي. المهم فاليوم اريد احكي اني شلون نجحت بالبي اينز وشلون انت بالعراق ممكن تنجح بالبي اينز، مو على اساس قصتي، على اساس بنيه اسمها حور نجحت بهذا الامتحان. فهي كتبت لي، طبعا هي ما تقبل تطلع، يعني تعرفون وضعنا بالعراق تعبان، فهي كتبت لي بالضبط شلون هي نجحت بالعراق، شنو سوت. فانا راح احكي لك وجهة نظري وراح احكي لك وجهة نظرها، فانت ممكن تستفاد من النظرتين، لان هي انا نجحت بالمانيا وهي نجحت بالعراق، اثنيناتنا نجحنا بي اينز، يعني انا وياها نفس المستوى، لما انا نجحت وهي نجحت. هي ايش قد اخذت وقت كذا، يعني هسه نشوف شلون كاتبت لي هي، خلينا نشوف بالضبط. زين انا هسه راح احكي عن تجربتي. بالبدايه قلت لك انا رحت كورس لغه بالمانيا 5 ايام بالاسبوع 5 ساعات باليوم، مناهج مختلفه، بديناها من الصفر، بديناها واينز فاي دراي في ارقام، بعدين ا ب سي الى اخره حروف. طبعا اللي دارس انجليزي وكذا الامور سهله عليه، اللي ما يعرف يقرا ويكتب الموضوع شويه اصعب عليه الى اخره. طبعا فبلشنا. فاني احساسي باللغه الالمانيه بالبدايه كان صعب، يعني احسها في شيء جديد، اصوات جديده. شنو هاي؟ شنو تو بالانجليزي يصير زفاي، هاي وين زين، شنو وان بالانجليزي يصير اينز، زين هاي وين. فشنو هي المشكله الاولى اللي انت لازم تحلها؟ انه انت تعود نفسك على الاصوات. تعود نفسك على الاصوات. راح تقول لي شلون اعود نفسي على الاصوات وانا عايش بعفتش وماكو ولا واحد يمي يحكي الماني؟ شلون؟ كلش بسيطه. تجيب نص بالالماني وتقراه بصوت عالي. يعني شو تقول؟ تقول ايش بن محمد الساعدي بصوت عالي، تخلي اذانك تسمع الكلام من حلقك. ايش بن zwei und 30 Jahre alt. Ich komme aus dem Irak. أنا جيت من العراق. Ich bin verheiratet. أنا متزوج. Ich habe ein Kind. أنا لدي طفل واحد. Ich habe mein Abitur in Irak gemacht. وده abgeschlossen. يعني أنا سويت الأبيتور السادس علمي بالعراق، وهكذا. فتحكي وتعيد الجمل اللي تريد تحكيها بصوت عالي على مود تسمعها إذانك. هذا الموضوع كلش يفيد، خاصة للناس اللي ماكو أي شخص يمهم ألماني. فشي تسوي؟ تصير عندك ثقة من تحكي الكلمة إذانك سامعتها، ما تقول غلط. يعني ما تقول هي أني إيش بن 32 شغلت، لو إيش بني ظل بشك، بس من تظل تعيدها على روحك بعد ماكو شك. الأصوات اللي تسمعها الحقيقية موجودة
اما بالجوجل تستخدم، او من اليوتيوب انت من قاعد تسمع ضياء العبد الله قاعد يحكيها والى اخره فتسمع اللفظ الصحيح. انتهينا من هذا الموضوع. زين. فبدينا نتعلم عباره عن كتب، مناهج، يعني تمارين، مواضيع، وبعدين تبي شوي تبدي تدخل القواعد، شنو جمله، شلون تحط الاسم، شلون تسوي الفعل الى اخره. هنا كنت امام مفترق طرق، انه اكو ناس شو تسوي من تتعلم اللغه يجي يتعلم كلمه كلمه، يعني يجي يكتب كوخن، داس كوخن، يظل مثلا يضيع، يجي يوم كامل يحفظ له 300 كلمه 300 كلمه. هذا مش شيء مو غلط، لكن انا وياي ما اشتغل هذا الموضوع. او مثلا يجي يحفظ لي الارتكل دير داس دي، ويقول لك مثلا لما يكون فير باغونج يعني اتفاق، اونج بالاخير اخلي دي فير ويقعد يحفظ لي قواعد ويدخل نفسه بسين وجيم. انا هاي الشغله بالنسبه لي ما فادتني. ليش؟ لان انا اذا ابذل جهد كبير على مود احفظ اشياء ثانويه وعايف اللغه الرئيسيه. فشنو قررت ما احفظ كلمات، قررت احفظ جمل. شلون يعني احفظ جمل؟ يعني انا مثلا اريد اروح للبكاغاي، مكان اللي يبيع الخبز، ما اقعد احفظ داس كوخن هاي الكيكه، او مثلا ديزا بغوتشن الى اخره. ما احفظ كلمات، قمت احفظ جمل. مثلا هلو جوتن تاج، ايش هيته zwei Stücke Kuchen مثلا، او ich hätte ein Brötchen الى اخره. فقمت احفظ كلمات جمل. طبعا انت من تيجي تحكي بالماني، يعني مثلا تقول مثلا هي اين كوخن، انت قلت اين كوخن، قابل شنو راح يضربوك سكينه لين قلت الارتكل غلط، يفهموك اصلحها شلون ما كان. حاول تحفظ جمل. المقابل ما يريدك تحكي بيرفكت، يريدك تفتهمه ويريدك هذا مستوى البي اينز. يعني تجي تخلي الدير بمكان الدي والدي، لحد هاي اللحظه انا ما اعرف الفرق بين الدي والدي والداس، صار لي 7 سنين ماكو، اظل اخربط بيناتهم. تفهمني شلون؟ تحفظ، لازم الناس تفتهمك وتفهم. زين. تسمع الماني كلش هوايه. شلون تسمع الماني كلش هوايه؟ اطلع اذا عندك نتفليكس. انا هاي بالنتفليكس هوايه اسويه. بالنتفليكس اطلع فيلم بالنتفليكس واخليهم بالنتفليكس يحجون الماني والترجمه الماني، يحجون الماني والترجمه الماني. هوايه اكو افلام باليوتيوب، يمكن هسه القالك قناه انا اعرفها متابعها المانيه، يحجون الماني ويكتبون لي جوا بالالماني. يعني من تحكي البنيه بالفيلم تقول ايش بين ماريا، يكتبون لي جوا ايش بين ماريا، فتسمعها شلون تنحكي وتشوفها شلون تنكتب. هاي كلش مهمه. راح اخلي لك اياه اللينك مال قناه اليوتيوب. مهم، ما اريد اطول الفيلم. فبديت اتعلم بهالطريقه، اتعلم جمل وطبعا القواعد وكذا، افهم يعني من اجي اكتب الى اخره، لحد ما وصلت الى مفترق طرق، وهو بعد خلينا نقول 4 اشهر ونوصل لامتحان البي 1. زين، صفنت على روحي، قلت اني يعني هسه اذا افوت للامتحان انجح؟ الجواب لا. هنا اكو طريقين، اكو فرق عميق بين انت تتعلم لغه وبين انه تحضر للامتحان. تتعلم لغه شيء وتحضر للامتحان شيء. شلون؟ اولا هواي ناس تحضر للامتحان مستواها ضعيف، اي واحد اي اثنين، لكن محضره كل الزين للامتحان تنجح، تجيب بي اينز تنجح. ليش؟ بلش غايبين مسوي له كليشه. يعني مثلا مسوي له كليشه زيغه غيته دائما انغيره، هاي دائما يكتبها دارخه. مثلا اي موضوع يحكي مثلا على السبورت، مثلا ايش مشتهين من تايلاند داس
das Wetter sehr schön heute ist مثلا الى اخره، فيحفظها. يحفظ لك كليشه. طبعا كليشه موجوده باليوتيوب، بس اكتب بي اينز شرايبن بروفونج تطلع لك نماذج ساعه ساعتين، ايش بس تطلع لك نماذج لكل المواضيع. يعني مثلا انت تداين فلوس من صديقك، انت تريد تعزم صديقك على كوخن، انت تريد تخلي المفتاح يمه اللي راح تسوي اورلو بسفره الى اخره، كل شيء موجود الى اخره. فالتحضير للامتحان شيء والامتحان شيء. فانا شنو اريدك تقرا لغه، تدرسها، تتعلمها، تطبق قواعد، تحفظ ارتكل، تحفظ كلمات، تحفظ جمل، تسمع كل شيء. من تخلص البي اينز دراسه لغه تترك هيك على صفحه، تدبها على صفحه، تقول يا عمي رحم الله والديك هسه نبدي تحضير للامتحان. شنو تحضير للامتحان؟ مثل ما قلت لك، الشغايبن تحضر له شغايبن، الهوغن تحضر له هوغن، الشبغيشن تحضر له شبغيشن. يعني مثلا بالشبغيشن تحفظ لك فد 50 جمله. تقعد مثلا بالشبغيشن حيقول لك يابا انت قاعد بالامتحان الشبغيشن الكلام راح تقعد امام واحد او تقعد قدام الاستاذ، شو راح يقول لك؟ هلو ايش بن كذا، تقول له يا هلو ايش بن محمد مصطفى. فهمت شلون؟ حافظ انت. يقول لك مثلا انا اليوم اريد ايش مشته ماين فروينده مثلا اين لادن، انت لازم حافظ يا جيرنا ماخن فيا زو، اي جيرنا حلو نسويها انا وياك، وهكذا. تحفظ لك 50 جمله تحضر روحك. او مثلا شنو شغله حكاها ما افتهمتها، تقول لك كونن زي بته داينا فراغه نوخمال مت اندغه فوتا نوخمال اشتيلن. شوف ايش قد حكيت، قال لك هذا ايش قد يفتهم. هو انت ايش قلت له؟ قلت له انا ما دا افتهمك، ممكن تصيغ السؤال بطريقه ثانيه. وهذا كله وقت، انت عندك 20 دقيقه، تخلص ال 20 دقيقه يقول يابا هذا يحكي، لانه قال لي انه انا ما دا افتهمك ويا ريت تصيغ السؤال بغير طريقه، وانت اصلا ما افتهمت شنو قال، وتكسب وقت بالامتحان. انت تفتهمني شلون؟ فتحضيرك للامتحان والهوغن تسمع وكذا، تحضيرك للامتحان هو سر نجاحك للبي اينز برايي الشخصي. هاي النماذج مال الامتحان بصراحه لحد الان موجوده في المانيا، لكن بالعراق موجوده ما اعرف. راح احاول ادور واسال، وحاولوا انتم بيناتكم واحد يسال الاخر. اكو هوايه نماذج امتحانات بي اينز، نماذج تجيبها كذا، كتب بيها سيديات بحيث تحطها بالسيدي وتسمع الامتحان. تفهمني شلون؟ واعتقد جوتا اونلاين حاطه امتحان نموذجي بالموقع مالتهم، تقدر هم تتعلم عليه بلاش، تنزله PDF وتنزل الاصوات مالته وتشوفه. اذا لقيت راح اخلي اللينك مالته بصندوق الوصف. بهاي الطريقه حضرت روح الامتحان، رحت نجحت من اول مره، نجحت بالبي اينز. وانا برايي امتحان البي اينز ما كان صعب، برايي يعني ما كان امتحان كلش تافه، مو كلش تافه، امتحان تافه بالنسبه لي قاعد بالماني، ما اعرف بالنسبه لك صعب، انا بالنسبه لي هي شفت. زين انا هسه حكيت هوايه عن تجربتي، راح احكي شويه عن تجربه حور. حور شو تقول؟ حور تقول اني بديت لغه المانيه لحد ما اخذت البي اينز، اخذت سنتين بس مو تفيز. البنيه تشتغل موظفه وليل مع نهار عندها شغل، لكن بهالفراغ تدرس، فطبعا يطول عندها الموضوع سنتين. زين اول شيء تقول اني كنت اتعلم على اليوتيوب، قلنا اليوتيوب اما ضياء عبد الله او مستر شحاته. بعدين تقول رحت للمتنبي اشتريت المنهج اشغته اللي انا حاكي لكم عنه، راح اخلي الصوره مالته هنا شوف وين، والمكتبه منين تشتري. وبدت طبعا كل كتاب تشتري يجي وياه سيدي تسمع بيه تمارين. انت شنو ويا ضياء العبد الله بس على مود تقوي اذانك ويصير عندك اساس، على مود تقدر تجيب الكتب وتقرا وحدك. انت تفتهمني شلون؟ زين الى اخره. وتسمع تسمع الهوغن باللابتوب يعني سماعي ويا المنهج وشويه شويه. زين وراها تقول رحت بالاي ازفاي، رحت اخذت كورس لغه ويا شخص
ما ذكرت اسمه، على غير كتاب، على غير منهج، لكن تقول ابدا ما فادني، يجي يحل تمارين لكن ماكو محادثه. يعني من يحكي محادثه بيناتنا. زين، لحد ما وصلت تقول للمستوى البي اينز، رحت على استاذ اسمه بشير السوري. طبعا بشير السوري انا ما امدح به، هي تقول زين ما اعرف الولد. بشير السوري تقول، راح اخلي لك الرقم التليفون مالته تتصل به، ينطي كورسات اونلاين. هو عايش بالمانيا الولد ويسوي كورسات اونلاين. شلون دفعت فلوس، ايش قد دفعت ما كاتبه. فدرست وياه البي اينز ويخليها كل شيء هوايه تحكي، زيت ثقتها بنفسها لحد ما جهزت نفسها للامتحان. زين، وين امتحنت؟ قالت انا سمعت انه اسهل امتحان بالبي اينز هو التلك. طبعا انا هم بالماني امتحان التلك، يعني ما امتحنت لا جوتا ولا يو اس دي، ما امتحنتهم، امتحان التلك. وتقول تبي تروح تركيا وتحجز بالامتحان تلقى مواعيد بقد الزبل، راسا تلقى موعد وراسا تنجح ويعطوك الشهاده وكذا. فتقول رحت من الدوخه وخلصت من اربيل، رحت امتحنت بتركيا. يقول الامتحان بسيط ويحكون وياك طبيعي ولا كانه عبالك امتحان الشبغيشن الى اخره، وتقول نجحت. زين، انا هنا على مود ليش صار الفيلم طويل. هاي اليوم علمتك شلون تحضر نفسك لامتحان البي اينز وشلون تحاول تنجح بالامتحان. الباقي هو جهد شخصي منك على مود تنجح بهذا الامتحان، وصدقني الامتحان انت قادر عليه، لان هو المفتاح لكل اهدافك بالمستقبل. اتمنى التوفيق للجميع، واتمنى تتحملوني. انا مرات عصبي، لكن يعني احيانا يصير الموضوع اكبر من طاقتي، يعني مرات انفجر بوجه الناس، وانا كلش اعتذر. تحياتي.